ازيكم كل متابعينا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. رجعتكم تاني وصفة من نوايا من العيد. عملنا الكحك طبعا الفيديو اللي فات، والنهارده عملنا الغريبة بطريقة سهلة جدا جدا وبطريقة بسيطة. اقولك ازاي تعملي الغريبة الناعمة الدايبة. بصوا حاجة كده ما شاء الله بتدوب دوبان. طبعا انتوا عارفين ان الغريبة مش بتاخد لون. فاقول لكم النهارده طريقة التسوية بتاعتها وكل حاجة في قلب الفيديو، بس طبعا على الفيديو للآخر. ولو انت طبعا أول ما تشوفيني وأول مرة تشوفي القناة بتاعتي، ياريت تشتركي في القناة كده وتفعلي الجرس على الكل، عشان طبعا كل ما انزل فيديو جديد يوصلك إشعار جديد مني. عايزة أقولك إن الغرابة دي من أسهل ما يكون. يعني بصي مش هتفرش معاكي في الفرن تاني، ولا هتبقى ناشفة، ولا هتبقى معضمة. لا، هتبقى ناعمة وحاجة كده. بصوا تحفة. تابع معايا الفيديو للآخر وتعالوا نشوف بقى المقادير بتاعتنا، وهقولك كمان ازاي تغلفيها، وازاي تاخدي الاوردرات بتاعتك، وازاي تحتفظي بيها لحين طبعا ميعاد التسليم بتاعك، سواء بقى انت بدأتي حجز الاوردرات بتاعتك او بدأتي شغل، او لو هتعملي مثلا كمية كبيرة وهتحتفظي بيها عشان ما ترطبش منك. يعني طبعا الغريبة بتبقى داخل فيها سمنة وكده، فبترطب لو فضلت فترة بره او اخدت هوا. تمام. عشان نبقى متفقين مع بعض ان الغريبة 3 حاجات ملهمش رابع. خلاص كده. دقيق، سمنة، سكر، مفيش اكتر من كده. حابة بقى ان انت مثلا تضيفي يعني نكهة، او تضيفي مثلا حاجة طعم، اي حاجة، تمام. مفيش مشكلة. واحنا هنضيف النهاردة، بس هقولك واحنا شغالين مع بعض. اول حاجة كده، انا معايا نص كيلو دقيق. طبعا ممكن تضاعفي الكمية. ومعايا كمان 150 جرام من السكر. معايا 300 جرام من السمنة. معاكي من 300 جرام ل 350 جرام من السمنة. بس هتمشي على المقادير زي ما طبعا انتوا بتشوفوا فيديوهات كتير. مثلا لو نص كيلو دقيق 250 جرام سمنة، ماشي 125 جرام سكر. في ناس بتعمل ده، وفي ناس بتعمل ده. او مثلا بالكوباية. تمام. في ناس بيعملوا 4 كوبايات، كوبايتين سمنة، كوباية سكر. لا، بصوا بقى، خدوا مني المقادير دي وجربوها وهتشوفوا هي طالعة ازاي. بصراحة يعني انا معتمداها من السنة اللي فاتت. تمام. انا كنت ماشية بالكوباية، لكن دلوقتي ماشية بالميزان. يعني الغريبة إن على طول يقولوا امشي بالكوباية، لا، امشي معايا بالميزان. هتطلع معاكي ناعمة وحلوة جدا، ناجحة 100%. واقولك ازاي مش هتشكليها بقى وتقعدي تكوري بايدك وكلام من ده. اقولك ازاي هنشكلها بطريقة سهلة جدا. زي ما قلتلك، 500 جرام من الدقيق، معايا 300 جرام من السمنة، 150 جرام من السكر البودر، ومعايا كمان قصنص حليب. حابة تضيفيه تمام، مش مشكلة. مش حابة تضيفيه، خلاص. خلاص. معايا بقى اكياس من اكياس الحلواني دي بتبقى جاية. بصوا هي المفروض استعمال مرة واحدة، بس دي اكياس جامدة، ممكن تستخدميها مرة واتنين وتلاتة. معايا بقى اللي هو التب ده انا بصراحة هو، انا لما رحت قلت له انا عايزة اتب الغريبة، يعني ايه. تقريبا ملوش رقم، فهي الفتحة بتاعته متوسطة شوية، مش كبيرة قوي. خلاص. جبت بقى التب بتاعي، وجبت كيس حلواني، وبعد ما ضربت الغريبة بتاعتي. طبعا الغريبة اصلا مش مضاف اليها مية ولا لبن ولا اي حاجة، فانت تضربي فيها براحتك. يعني انت مش ما تخافيش ان هي مثلا تعمل عرق، او مادة الجلوتين مثلا تظهر فيها او كلام من ده. لا، هي مش مضاف ليها اي سوائل خالص. هي دقيق، سمنة، سكر، بس مش اكتر من كده. فتفضل شوية معاكي في العجان، مثلا من 7 ل10 دقايق، لغاية ما تعمل معايا زي عجينة البيتيفور بالظبط. خلاص، تلاقوها طرية جدا. ويعني هي طرية ومش بتلزق في الايد. خلاص. هو ده اللي يعني ايه، هتقدري ان انتي تعمليها بالكيس وكده. طيب يعني لو مفيش عندك بقى البلة اللي احنا بنعمل بيها، او التب اللي احنا بنعمل بيه ده، او اكياس حلواني او كده، ممكن تشكلي بايدك عادي، مفيش مشكلة. طيب لو ما فيش عندك عجان، تقدري تعملي الغريبة بإيدك عادي، زي أجدادنا كده وأمهاتنا كانوا بيعملوا على إيدهم عادي، مفيش أي مشكلة. بس هتاخد معاكي وقت شوية. ويستحسن إن السمنة تكون طالعة باردة من التلاجة يا بنات. خلاص كده. أنا بعمل طبعا نص كيلو، للي حابب طبعا إن هو يجرب مثلا في نص كيلو.
اولا زي ما بقولك كده المقادير دي انا واثقة فيها 100%، هتمشي عليها هتطلع معاكي ناجحة 100%. وخدوا بالكم يا بنات، انا بشكل الصاج دلوقتي نفس الحجم اللي انا هدخله الفرن هو الحجم اللي هيطلع من الفرن. خلاص معايا بقى لوز، ومعايا سوداني، معايا كمان كريز مقسماه كده على 4 تربع، عاملة مثلا بندق وجرشاه يعني متكسر كده، عملت برضو أشكال منه. انت بتعملي بالتب كده، أول ما تلاقيه يعني طلعله بوز فوق كده بإيدك بس، وتطبطبي عليها بالراحة، مفيش أي مشكلة، ولا تلاقيها مشققة معاكي ولا أي حاجة. بقى أي تزيين عندك انت حطيه. حابة تعملي مثلا اللولي اللي هو بتاع تزيين التورت ده، عادي برضو مفيش أي مشكلة. حابة تسيبيها كده سادة برضو مفيش مشكلة. خلاص انا قلتلك المقادير، وامشي بالميزان. نواعم يعني ميزان، انت لو اتبعتي خطوات النواعم دي بالميزان، اقسم بالله هيطلع معاكي النواعم كلها. بصوا 10/10، هتكون ناجحة معاكي 100%. خلاص دلوقتي الصاج بتاعي طلع من الفرن، طبعا بكون مشغله الفرن بتاعي على درجه متوسطه، مش بدخله على فرن عالي قوي ولا واطي قوي عشان ما ينشفش معايا. الغريبه ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه في قلب الفرن. انا ما عنديش طبعا درجه حراره في الفرن بتاعي، وبتدخل في الفرن. طبعا اول ما بتطلعي الصاج بتلاقيها بتبصم وتحس ان هي عجينه، فبالتالي هتقولي لا انا ادخلها الفرن تاني عشان تنشف معايا كده، هتعضم معاكي، مش هتبقى ناعمه، مش هتبقى وقريبة، لأ ده هتقلب بسكوت. تمام. ف زي ما قُلت لِك كده تمشي على المقادير، تمشي على التعليمات بالضبط، هتطلع معاكِ زي ما أنا دخّلتها الفرن طلعت معايا بالضبط. لمّا طبعًا تطلع من الفرن ويستحسن كمان تكوني بتسوّي في صاج ألمونيوم، لإن الصاج الألمونيوم بيوزّع الحرارة على كل اللي في الصاج. تمام، مش زي طبعًا الصيجان المجلفنة ممكن تاخد يعني تاخد حرارة من جهة وجهة لأ. فالألمونيوم أحسن حاجة في تسوية النواعم بالذات. ف تسيبيها في الصاج يعني مدة كده 3 4 ساعات، وتسيبيها مع نفسها كده لغاية بقى ما تشد معاكي وتنشف وكده. تيجي بقى تحركي الغرابة بتاعتك تلاقيها مش بتبصم، تلاقيها ناعمة، تلاقيها حاجة كده. بصوا حلويات من الآخر يعني. طبعا أنا نزلت لكم الكحك ما شاء الله اللهم بارك، يعني كانوا آآ بالمقادير المضبوطة، والنهارده هاقول لكم الغرابة بالمقادير المضبوطة. إن شاء الله الفيديو الجاي هانزّل لكم البسكوت بالزبدة، وتتوالى بقى طبعًا بقية الفيديوهات. هننزّل كمان البيتي فور والصابليه، وهننزّل كل الفيديوهات دي إن شاء الله. بس طبعًا تابعوا معايا الفيديوهات بتاعتي كده، وأهم حاجة يا بنات اللايكات والكومنتات بتاعتكم الحلوة. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب بقى الفيديو يكون عجبك. ولو الفيديو عجبك يا ريت تحط اللايك بتاعك الحلو، كومنت جميل منك، وتقولي بتتابعيني منين. أترككم بقى في رعاية الله، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.